بص الحركة دي بص اللقطة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ورجع لكم فيديو جديد زي العادة، متنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، سكر دي موزع على القناة، واهم حاجة ايه؟ تفعيل زر الجرس. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، ويا رب الايام الجاية تبقى سعادة وفرحة وكل حاجة تمام؟ وبرضه كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأم، يعني الاتنين الله أكبر معنى صح تمام؟ واهم حاجه ايه؟ تابعونا اول باول على القناه، هتلاقوا فلوجات وهتلاقوا كل حاجه وتحديات وكله تمام. بس اهم حاجه ايه؟ اللايك تمام. والنهارده بقى فلوج جامد جدا في ايه؟ في الزقازيق تمام. فلوج عرض فيلم اول تمام، ولسه ما نزلش عامه ولا اي حاجه خالص. هتشوفوا الكواليس بتاعته، هتشوفوا الفيلم وهتشوفوا كل حاجه، بس اهم حاجه تابعونا تمام. والفيلم بيتكلم عن الام، عيد الام والكلام ده تمام، عشان برضه ما احرقلكوش الفيلم ولا اقول لكم اي حاجه، هتشوفوه. نخش على طول يعني ولا ايه؟ انتوا شايفين ايه؟ نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع ويلا بينا على ايه؟ على الزقازيق، وتابعوا معانا واحده بواحده. وفي حاجه كده عايز اقولها برضه، كان في اغنيه عاملها على رمضان، المونتاج بتاعها والكلام ده، هجيب لكم منها لقطه كده، حته صغيره كده من الاغنيه، يلا بقى نشوفها، يلا بينا. سحور خفيف وبنص رغيف بالدنيا وبكل ما فيها، بكر ورشيدة وفوازير رمضان، ارجع يا حبيبي كده زي زمان، مش بعيد علينا يا رمضان، قربت لينا يا رمضان، بنورك ملينا يا رمضان، في انتظارك زي ما كون امبارح يا رمضان، وفي ليلك سارح يا رمضان، مجروح مش جارح يا رمضان، الله على جمالك. وبعد ما شفت اللقطه من الكليب الصغيره دي، ما تنسوش تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وانا هحط لكم لينك الاغنيه ولينك الكليب عامه، يعني تخشوا تشوفوا الاغنيه كامله تمام. وبس نخش في الموضوع. استنوا قبل ما نخش، اولا كده اللايك يا حبيبي، انت وهو يا اخواتي يا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين. اللايك بقى تمام، انا مش حارمكم من حاجه تمام. اللايك بقى والشير وكل حاجه، متعوني امتعكم، نقصد الكلام تمام. ويلا بينا على الزقازيق، يلا بينا. هجيبك لقطة يعني هجيبك لقطة، ما انا هجيبك لقطة يعني هجيبك لقطة يا جدعان. يا ايه يا جدعان، العظمة عايزة مني، انا مش عارف دي عايزة لقطة. شويه الاقيكي زهقانه وقرفانه كده، مالك في ايه؟ في ايه؟ ايوه يا واد، كلمتني مره واثنين وثلاثه وكنسلت، مش فاضيه، وقلت لك بعت لك، قلت لك ان انا قاعده مع صاحبتي، ده ايه فين دلوقتي؟ الله، ده ايه ده؟ بلاش. مالك في ايه؟ ما بص يا نوتو، نزلت حماس دي موجوده في حياتي عن حب الاطفال. ليه عملت فيكي ايه تاني؟ لسه قافلاكي زي ما هي ما بتعملش حاجه غير اللي هي مطلعه عيني، انا بجد تعبت. الست دي حلها انها تروح دار مسلمين، ودي تاني كده ارميها في اي دار مسلمين. ازاي هتتكلم مع نفسك؟ طب بص، يا انا يا ستي دي في البيت، حتى لو طلعت على طول، هي دي صاحبتي، جيب مي فايت.
نازله معايا ولا عامله شويه؟ هنزل بس كنت في موضوع كده عايزه اكلمك فيه قبل ما انام. لا انت خير. بص هي مش خير خالص، وبعدين هي طول ما عمرك بتعمل اللي بتعمله ده هيجي منين الخير؟ عمرك بصراحه قرفاني في حياتي وفي عيشتي، وانا مش عارفه اعيش بسببها. انا تعبت، قرفاني في حياتي ومطلعه عيني في كل حاجه، انت لازم تشوف لك حل. حل اعمل ايه؟ ارميها في الشارع؟ لا بترميها في الشارع ليه يا عينيا؟ ما دار المسلمين ماليه الدنيا كلها، ارميها في اي غير مسلمين. المسلمين؟ خير ان شاء الله. هو بس الحاجه تشتغل عليكم شويه. يعني كويس؟ طبعا كويس. انا سامع عليك حاجه. اشتغل عليك ان شاء الله. استاذ وائل ممكن بعدين توصلني؟ خير يا دكتور فيه. حضرتك كنت عايز تقول لي هو خير ان شاء الله. ما تقلقش يا استاذ وائل. هو واضح بس ان الحاجه تعرضت لضغط عصبي نفسي شديد جدا، وده ادى لارتفاع ضغط الدم. وطلبته الحفاظ على الراحه التامه والهدوء وما تتعرضش لاي انفعال من اي نوع. الحاجه سنها كبير وده مش مستحق. انا هكتب لك شويه ادويه ان شاء الله لما تاخدهم مع الراحه التامه هتبقى كويسه جدا. استاذ وائل انت معايا؟ مع العلاج دوت مع الراحه التامه هتبقى كويسه جدا. انت جايبني فين ايه المكان ده؟ مش انت كنت قايل انك هتخرجني؟ انت جايبني فين هنا يا ابني؟ ايه المكان ده يا ابني؟ هنا في المكان ده هتبقى كويسه. اقول لك حاجه، انت هتلاقي ناس كتير قوي هنا تاخد بالك منك. وانا اشتكيت من حاجه يا ابني في البيت؟ طب يعني المكان ده هنعيش فيه كلنا ولا اعيش فيه لوحدي؟ ده المسنين يا ابني دي اخرتها. وقمت عليك يا ابني، قمت عليك تجيبني هنا ليه يا ابني كده يا ابني؟ ربنا ما يقدرش في كده. يا كنت بتعالي كده ليه؟ وعمو عليها خليها تعالي بالشكل ده. انا كنت بطلب عليها. استنى مع عمو يضربني. يا ابني استنى اول لما عمو يمشي وبعدين كنت بطلب عليها. اسمع حاجه والله. اليوم والله العظيم الدنيا هتبقى كويسه. الناس هتلاقي من اي حاجه، كلهم هيبقوا تحت رجلك. لا يا ابني هتأثر معاكي في حاجه. لا يا ابني لا. انا عايز اقول لك على حاجه يا ام اسماعيل. انا عايز اعيش مبسوط مع مراتي. عايز اعيش مبسوط في بيتي. وكله هيبقى تمام. هنا الناس هتاخد بالها منك. والناس في بيتي
هبقى مبسوط يا امي. مش انا برضه راحتي تفرق معاكي؟ عشان خاطري اتوسل اليك يا ابني، اتوسل اليك يا ابني، ما تسيبني هنا. روحي بيتي، عايزه اروح بيتي، عايزه اموت على فرشتي، عايزه اموت على سريري. بالله عليك ما تسيبني هنا لوحدي، خدني معاك. ومش عايزه حد في البيت يعمل لي حاجه، ومش عايزه اي حاجه من حد. انا عارفه ان مرات اخيرا اللي خلتك تجيبني هنا. بالله عليك ما تسيبني هنا وخدني معاك. بس يا امي فكرت كتير بصراحه هو ده الحل يعني هقول لك ايه، بس انا مش مسامحاك، مش مسامحاك ليوم الدين. يا قبل الأحلام ما تسيبنيش يا ابني، حرام عليك يا ابني، حرام عليك، ما تسيبنيش. مش مسامحاك يا ابني، مش مسامحاك يا ابني، مش مسامحاك والله، مش مسامحاك يا طمنيني يا بنت، طمنيني يا بنت عوض. بالله عليك عامل ايه دول؟ الدكتور جاي دلوقتي وهيفتح لي حاجه طمني يا دكتور، الناس متوسل ايه؟ طمني عامل ايه؟ هو للاسف الشديد حسب شديد ممكن يبقى متطور، بس عندنا مشكله كبيره. الدم بتاعته فصيله نادره مش فقيره. انا ما حدش اديله دم القلب، ما حدش يديني دم انا يا دكتور. انا معلش بالله عليك، بالله عليك تريحني، انا اللي هديله الدم. لو اخد نقطه دم في عمري معلش كبيره في السن وده في خطر على الحياه. مش مشكله، لو اخد نقطه دم انا عمري يا دكتور، انا عمري بالله عليك عشان خاطري، عشان خاطري. معلش معلش ربنا يخليك. انا اللي هديله، ما حدش تاني هيديله غيرك. اتوسل اليك، اتوسل اليك. لا معلش عشان خاطري، معلش ربنا يخليك، ربنا يخليك. ما ياخد دم لحد مني انا، لو انا هديله الدم من هنا هموت من هنا. شفت بقى الفرق بين تضرب علقه محترمه. دكتور خير يا دينا. دلوقتي الحاله اللي اتبرعت بالدم في ابنها توفت. بكره الله بالخير. طيب مش احنا كنا مكتبينها اقرار انها متحمله مسؤوليه الدم نفسها؟ حصل. طيب تمام. عموما انا هاخد بالك منها. ده خير. لا انت شايف الحصل معايا امي، هي ما ولدتش صح؟ هي هتروح معايا. والله العظيم انا مش فاضي كده للمسلمين تاني. مش انت خايفه لو كنت شفت المسلمين صح؟ والله العظيم انا ما هسيبك. ما تضحي بحياتها عشان ما تعيش. ما تقولوش مش هشوفها، أمي عايشة جوا مني، عالجهاز النبض ساكت، قلبها بينبض بقلبي. انتوا ليه بتودعوها وللدموع دي كلها؟ ما تقولوش خلاص يا دوبك ما يسيبوها في قبرها. بعدك انتي مين هياخد باله مني بالسنين؟ مين هقابله احكيله سر؟ هل ازالك انتي فين؟ ليه ما كانش حضني؟ الشكر جدا، جزيل الشكر لكم كلكم على القدس. وعلى احنا بالنسبه للخبرات كل الناس دي تجربه لاول مره، يعني بصرف النظر عن صناع العمل رئيسيين المخرج والمصور، لكن كل الكاست اللي شغالين اول مره تاخدوا تجربه التصوير، فانا بشكرهم
على مجهودهم وعلى تفانيهم ان فعلا تعبوا معانا. بشكر الاستاذ محمد والاستاذ اشرف على المجهود الضخم اللي عملوه. ما انا لسه والله هقول، انا بوجه شكر خاص لأمنا مفيدة عامر، هي في السعوديه بتعمل عمره. فرجاء نوصل لها تحيه ونحييها كده في يعني يا رب يكون رضيناكم كده بعمل يعني زي الفل يا باشمهندس. الناس من عيد الام. بس يا جماعه انتوا عايزين تشوفوه في عمل تاني ولا دي اخر مره؟ احنا عايزين نشوفها. طب سؤال حد عايز يمثل في اي عمل جاي؟ يعني مفيش الا يعني اشجع اثنين. فيلم اجتماعي مع ناس مش هي السوشيال ميديا، يمكن سلسله افلام عندي 16 فيلم، يمكن 3/4 مع مش هي السوشيال ميديا. دي كانت اول مره ان انا اعمل حاجه ابناء محافظه بلدي الشرقيه، يمكن ما تكونش انفلونسر او يوتيوبر او الكلام ده، ولكن ان انا حبيت ان انا احتوي الحدث وان انا اعمل لهم حاجه هنا اتشرف فيها. كاول عرض في الشرقيه بيتعمل كفيلم قصير، اول عرض جماهيري بيحصل في الشرقيه من خلالي انا الحمد لله يعني. فحبيت ان انا اعمل طفره هنا في الشرقيه واعمل ده واقدم الجماعه اللي معانا دول بطريقه تليق بيهم بحدث كويس، مش ان انا اعمل لهم الفيلم وينزل على السوشيال ميديا بس. حبيت ان يبقى في منصه نعرض عليها قبل السوشيال ميديا، والحمد لله انا مبسوط جدا العرض لقى اعجاب من الناس بالطريقه دي. فطبعا بشكرهم جدا وبشكر حضرتك مرة وانا جيت. يا رب يكون الفلوج عجبكم، يا رب جدا يكون كل حاجه عجبتكم النهارده واستمتعتوا النهارده بالفيلم بالفلوج بكل حاجه وبتفاصيله وكل حاجه. واهم حاجه ايه، مستني رايكم تحت في الكومنتات. واهم حاجه ايه، اللايك حبايب قلبي. وبشكر جدا المخرج محمد عيد على اللي هو بيقدمه، بجد يعني عظمه جدا. الفيلم اتفرجت عليه وبجد بتمنى ان هو ينجح ويوصل ويكسر الدنيا ان شاء الله. تمام. وحبيبي واخواتي كل اللي كانوا هناك يعني بشكركم جدا، ويا رب تكونوا اتبسطتوا حاليا. تمام. مستني رايكم تحت في الكومنتات، وبرده مستني رايكم على الاغنيه واسمع لكم برده حته تاني. خش بينا الاغنيه. مش بعيد علينا يا رمضان، قربت لينا يا رمضان، بنورك ملينا يا رمضان، في انتظارك زي ما كنا امبارح يا رمضان، وفي ليلك سارح يا رمضان، مجروح مش جارح يا رمضان، الله على جمالك. يا رب تبقى عجبتكم الاغنيه. واهم حاجه ايه، اللايك على الاغنيه واللايك على هنا. اعمل يا جدع لايك، اقروا لي، قول لي الله ينور، ما تشتمني. مستني رايكم. تمام. اهم حاجه رايكم وايه، وكل سنه وانتم طيبين. يلا اشوفكم في فيديو جديد. واهم حاجه ايه، اللايك. سلام. يا نجم انت، ايوه انت شايفك ما عملتش لايك ليه؟ اعمل لايك يا اسطى. ايوه انت بقى اعمل لايك، وخلي اصحابك اللي جنبك يعملوا لايك، وكلكم اعملوا لايكات كده عشان احبكم حبايبي.